سلام البنات، مرحبا بكم على قناة شاشا كوكينج. أنا وليت لكم تانيك بالطلبيات اللي خدمتهم في العيد. كما راكم تشوفوا هنايا عندنا طلبية تاع غريبية. الله الله، غريبية تاع زمان تقليدية. هادو صور من الارشيف كانوا عندي ديجا، كنت خدمتهم من قبل ومصورتها كما راكم تشوفوا في الصور. نهضروا هنايا على الوصفة، على سر الترمال ديالها، على سر التشقق ديالها، عندنا كلش هنا نهضروه في هذا الفيديو على الغريبية التقليدية. هاي لي كما تشوفوا، الله 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 يبارك، جات تذوب في الفم، تقولوا كو تاكلوا في الزبدة. نبداو على بركة الله. هنا عندنا كيلة تاع سمن كما تشوفوا، ها كيلت بهذا الكاس، وكيلة ناقصة زوج صوابعتين سكر كلاص. هنا طلبية طلبتها لي الزبونة ما تكونش حلوة، يبقى نقصت لها. تحبوا نتوما تزيدوا ديروا كيلة ناقص صباع برك واحد، ما ديروهاش معمرة في الفم خاطر تنحل لكم في الفوق. كي ديروا السكر بزيادة تنحل العجينة. شوفوا هنايا خدمتها في الباتور في البيتخان، خدمت بالكا مع الاول، ومن بعد كملت خدمتها بالفوي. باش نقول لكم برك الا ما عندكمش البيتخان تقدروا تخدموها بالباتور، بالفوي تاع الباتور تقدروا تخدموها. يسمى هنا شوفوا، هنا راني رديت الفوي، هنا نكمل نطلعها باش ما تحيروش برك في خدمه هاد الغريبيه. بصح هنا لازم تتدرب كيما راكم تشوفوا، لازم تولي قوامها بيض وتولي كي الكريمه، شغل كنت تخدموا في كريمه الزبده. هاد المرحله لازم هذه في الغريبيه. شوفوا هنايا كيفاش القوام تاعها كيفاش ولا. هنا غير سمن وسكر كلاص، قريصه ملح ولافاني. هنا حطيتها في الجفنه. درك هنا نروحوا للفارينه. درك حنايا الحلويات التقليديه تاعنا كل كيله تدخلها 3 كيلات فارينه. درك انا نسيي ندخل مع الاول 2 كيلات والثالثه ندخلها بالعقل نشوف الا ترفد لي 3 كيلات تاع الفارينه. هنا راني درت الكيله الاولى. هنا لازم تبعوا معايا هنايا هاد المرحله هذه مهمه تعنيك. هنا الكيله الثانيه، هنا نديرو قرصه لا ليفور. دوك قرصه لا ليفور زمان ما كناش نديروها، درك نديروها باسكو الفارينه ولات تخدعنا ساعه على ساعه باش ما تحبطناش الغريبيه في الفرن. هذه الكيله الثانيه كما كنت تشوفوا ننطم فيها. هنا مازال مانيش نخدم في الغريبيه، مازال ما بديتش نخدم دوك نبدا نخدم في الغريبيه، نخدمها بكف اليد. دوك هنايا لازم لكم شويه عضلات وتخدموا الغريبيه ديالكم بكف اليد. درك هنا نزيد الكيله هاي ليك الثالثه، نبدا ندخلها غير بالعقل ونخدم الغريبيه ديالي لاباط ديالي بكف اليد. لازم نرملها كي بحال انا نصابليو فيها. لازم هنا نخدموا بكف اليد مليح مليح حتى تولي ليس، تولي كي بحال الزبده ولا السمن. ماشي ما تحسوش كامل بلي راكو دايرين اون بات، تقول راكو دايرين راكو تمحروا في الزبده. هنايا هنا ببخي قريب ربع ساعه ولا وانتوما هكذا تخدموا فيها. لازم هاد المرحله تاع الغريبيه باش تجيكم غريبيه مرمله الله الله طريه في قلبها، تاكليها تذوب في الفم. كملت هنا شوفوا الكيله الثالثه كملتها سيبون. هاي هنا خدات لي 3 كيلات. باش تشوفوا الحلويات التقليديه كل كيله تاخذ لكم 3 كيلات تاع فارينه. وهنا راني نكمل ان نرمل فيها بكف اليد. لازم هاد الخدمه هذه لازم حتى تنطم لكم تولي لكم شغل زبده، لابا تولي شغل زبده. هذه طريقه الغريبيه تاع زمان، يفوت نخدم هكذا بكف اليد. سمحوا لي على يدي، كانت حرقت لي بالفرن تاع الساعه، حرق لي يدي. راهي تبين لكم باللي مشوهه شويه، لا غالب. شوفوا هنا نكمل. شوفوا شتو كي تشوفوا لازم تكون ليس، لاباط لازم تكون بزاف ليس. يعني نقول لكم قعدت قريب ربع ساعه وانا نطم فيها.
بلوتو وانا نرمل فيها. شوفوا كيفاش تولي هاي الكلابات. انا غسلت يديا باش نعرف برك القوام تاعها مليح. انا نغلفوها ونخليوها. دوك كي تغلفوها خليوها تانيك قولوا 3 سوايع 4 سوايع تانيك. هذه مرحله مهمه، لازم تخليوها تريح لاباط، ما تخدموهاش ديريكت. لاباط تاع الغريبيه لازم تريح على اقل 3 سوايع. دوك هنا انا وزنتهم كامل 45 غرام. حبتها الزبونه شويه كبيره حبه الغريبيه، وزنتها 45. انا في الطلبيه تاعي دايما نديرها 35 غرام، وهنايا يعني درتها 45 غرام. بصح تجي شابه، كل ما تجي كبيره تجي شابه. شوفوا هنا التشكيل كيف هنايا باليد بالصباعتين، هادو زوج صوابعتين تحكموها وتطلعوا الغريبيه تاعكم باش تجيكم واقفه كما كنت تشوفوا هنا في الفيديو او يوري كلش. انا كي نشكلها نحبها بزاف واقفه باش ما تحبطليش بزاف في الفرن. خدموها شويه هنا في كف اليد ومن بعدك فورميوها، ديروا ينبون وبعدك نحكموا هكذا بيدنا ونطلعوها. ونشكلوا حبة الغريبية. هذه غريبية تقليدية تاع زمان. نزيد معكم حبة واحدة اخرى، تخدموها هكذا شوية باش ما تجيكمش مشقة. وهاي الطريقة كيفاش نشكلوا الغريبية. نكمل كامل الحبات دياولي. هنا نورمالمون خرجت لي 22 حبة. فوالا بهذاك الكاس خرج لي 22 حبة. نديروا لها دوك قريصه تاع القريفه من الفوق تاع القرفه. هي زينتها في هذيك القرفه هذيك من الفوق. كاين اللي يديروا لها القرفه تانيك في لاباط بصح ما تبدل لها اللون. هي لونها لو الشغم تاع الغريبيه تقعد لونها ابيض، ما يتبدلش اللون تاعها، ما يتغيرش. ميم كي طيبيها لازم تطيبيها تكون بيضة اللون تاعها. هنا شوفوا انا نديرو هنا كنت اني مشعله الفرن في الرف الاعلى مشعله الفوقاني ماشي التحتاني. شعلت لي الفوق ونحط الغريبيه تاعي، ما شعلتش من التحت، اني مشعله من الفوق. دوك نروحوا للفرن وتشوفوا معايا. هاوليك هنا الفوق، هنا شعلت لي الفوق. هاد العمليه هذه باش تعطيكم شويه تشقق للغريبيه. شوفي درتها في 200، هاني مشعله الضوء الفونتيلي، هاني مشعله للفوق. هنا هاد السنيوه الاولى انا كي راني مزروبه وطلبيه هكذا ما خليتهاش بزاف شعل من الفوق، تمتم شعلت من التحت. السنيوه الاولى ما تشقتليش بزاف، ما جاتش فيها. هاني شعلت هنايا من التحت ما جاتش فيها تشقق بزاف. الا حبيتوها مشقه تجيكم مشقه في حبه الغريبيه لازم تشعلوا لها الفوق وتخليوها 4 ابوبخي 10 دقائق. 10 دقائق. شوفوا هنايا كيفاش الله الله كي قسمتها مرمله طريه ما شاء الله تذوب في الفم. شوفوا حبه الغريبيه ما تطيبوهاش بزاف، تاخذ لكم طياب وقيله واحد 30 دقيقه. شوفوا ما شاء الله. هذه السنيوه الثانيه شوفوا شويه خليتها شعلت لها الفوقاني وخليتها شويه تشقت لي شويه. مي كنت مزروبه ما خليتهاش بزاف. هي على بالكم كي تخلوها بزاف تشعلوا لها الفوق وتخلوا الفوقاني شاعل بزاف
راهي تيبسلكم شويه حبه الغربيه، تجي مشقه وي بصح تيبسلكم. انا دو بريفيرونس نطيبها هكذا تجيني طريه ومرمله وماشي يابسه وفيها شويه تشققات هامليك كما كنت تشوفوا. شوفوا الله يبارك، الحبه قعدت واقفه كيما راهي، ما طاحت ما حبطت في الفرن. تبعوا هاد الطريقه وان شاء الله تنجحوا فيها. طريقه الصابلاج، طريقه العجينه كيفاش نخدموها. شوفوا الله جات تغريبيه ولا اروع. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ان شاء الله تتفاعلوا معاه، ديروا لي لايك لي كومونتير، وبكم استمر. مع السلامه.